السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شهوات متنوعة مع ماريا. اليوم إخواني أخواتي غادي نقدم لكم هذا الرايب اللي كيجي أكثر من رائع. نتمنى أخواتي تجربوه هنا للإعجاب ديالكم. شوفوا كيجي شحال عاقد وعاد راه ما خداش حقه في الثلاجة بزاف. عندي هنا الحليب. بالنسبة للحليب درت نص يطرو، غادي نضيف عليه ثلاثة المعالق ديال السكر. غادي نخلطهم مزيان وندوزهم للنار يطيبوا. هاد المقادير هادي عندنا فيها تقريبا يطرو ديال الحليب فقط. صافي من بعد ما ضفت هاد السكر هذا ونخليهم على النار حتى يطيب نص يطرو غنطيبو مزيان حتى يغلى، ونص يطرو غادي نفرغوا عليه بارد. صافي وغادي نميكسي كلشي، نخلط الكل. هانتوما كما كتشوفوا معايا دابا راه من بعد ما طاب صافي ضفت عليه نص يطرو الثاني بارد، وغادي نضيف عليه واحد دانون فاني، وغادي نميكسي كلشي. غادي نخلط مزيان هاد العناصر صافي، وغادي ندوز نصبهم في الكؤوس اللي غادي نقدم فيهم هذا الرايب هذا. هنا ضفت كاس ديال دانون فاني عادي، ما درتلوش ماشي شي نكهه زعما. بالنسبه اللي كيبغي يزيد ساشي فاني يمكن له يزيدها، انا ما كنضيفهاش. وصافي كيجي عاطي الوجود دانون نيشان كانه دانون شريتوه من عند البقال. صافي غادي نخلط بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. غادي ندوز نوجد الكؤوس ديالي من بعد ما نظفتهم وقاديتهم. غادي نكب فيهم الحليب ديالي وغادي نديرهم في الطنجره. هاد الطنجره هذه كنوضعهم فيها كاملين وصافي، وكنبقاو نضيفوا الماء اللي هو سخون باش نخليهم يتخمروا واحد 6 سوايع. صافي وغادي صافي هنا كنعمر هذوك الكؤوس ديالي. صافي من بعد غادي نحطهم في طنجره الضغط. ضروري ديرهم في طنجره ديال الضغط. علاش؟ ولا شي بلاستيكه اللي تكون محكمه الاغلاق باش هذاك السخونه كتبقى محافظه على الحراره ديالها باش يجيونا زوينين، يجينا ضرون زوين. صافي غادي نوضع في هاد الطنجره ديال الضغط. انا اللي كانت عندكم بلاستيكه ضيفوا بلاستيكه وديروا عليها الماء سخون وغطيوها وخليوها في واحد الاناء. ما تحركوها، ما تقيسوها، ما والو. خليوها ديك 6 سوايع ديالها يعني ترتاح وتا يتخمروا على خطرهم. صافي وغادي نضيف دابا الماء. بعد ما استفت هاد الكؤوس كامله غادي نضيف الماء ونخليهم يرتاحوا هذيك 6 سوايع ديالهم. هنا غادي نضيف عليهم الماء طايب خلاص من المقراج. صافي غادي نغطيهم ونخليوهم ياخذوا الاخر ديالهم. صافي غادي نغطي عليهم وندير لهم شي. صافي هنا غطيت عليها في واحد البليصه اللي تبقى محافظه لها على هذيك السخونه ديالها. وصافي وهذا هو الرايب ديالنا من بعد ما وجد، جاء اكثر من رائع. نتمنى اخواتي تجربوه هنا للاعجاب ديالكم. وهذا اخواتي ما تنسونيش من البارطاج مع العائله والاصدقاء اللي تعم الفائده. الى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.